عن جد صحية وبتشهي القلب والريحة بتاخد العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا على طول بخير وصحة وعافية دائما. برحب كل متابعيني على قناة قطايف الشام ويسعد كل أوقاتكم. اليوم وصفتنا أكلة تراثية واللي هي الفولية. أكيد الكبار بالعمر بيعرفوا هاي الوصفات الصحية، دائما بوصونا فيها أخصائيين التغذية، وخصوصي إنه من أهم مكوناتها هو السلق. بلزمنا للوصفة الفول. هلا أنا عندي فول بالفريزر، شايفين أنا قايمته عامل القمعة تبعها مشان ما تكون كتير ناشفة. عنا سلق، عندي كمان حزمتين سلق، اللحمة كمية تقديرية، وعندي شرحات توم بالإضافة للملح والفلفل. طريقة التحضير والأسهل من هيك تابعوني وشوفوا المراحل. هلا لحط الزيت، هلا رح نزل اللحمة، نزل الملح، والفلفل، هلا هيك بعد ما تقلت اللحمة عندي ونشفت ميتها، هلا رح نزل البصل والثوم. أنا نسيت لكم إنه الوصفة بدها بصل. هلا نزلت الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حنزل البصل، هلا حط لهم رشة ملح للبصل مشان يتدبل عندي ويستوي. ما شاء الله الروايح بتاخد العقل. هلا ممكن تحطوا لها لحمة شقف، تسلقوا اللحمة وتحطوا لها لحمة شقف كمان بتطلع طيبة كتير، بس هي ما بتحتاج سوائل ابدا ابدا، لانه هلا بس نضيف السلق رح تنزل ورق السلق رح ينزل السوائل اللي فيه، فمشان هيك ما بنحتاج مرقه ابدا. كرمال هيك سويت اللحمه مقلايه. هلا بعد ما تقلى البصل والثوم عندي وتدبلوا بهذا الشكل مثل ما ملاحظين، يا عيني على الروائح. هلا بدي نزل الفول، مثل ما قلت لكم هذا فول مفرز، وممكن تحطوا فول يابس تنقعوه قبل بليله وتحطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي اضيف معلقه سكر مشان يحافظ الفول على اللون الاخضر. كمان رشه ملح. نحطين تقليبه ونغوص تحته لبين ما افرم السلق. شايفين اللون شو حلو؟ بياخد العقل. هلا مثل ما لاحظتوا انا حطيت زيت كميه قليله. هلا بدي احط زيت بلدي. انا ما ضفت الزيت البلدي من الاول مشان ما يحمى كتير، بيعطيها نكهه كتير طيبه. هلا بدي اقطع هلا بعد ما خلصت السلق تقطيع وقطعت العصبة تبع السلق. شايفين كيف؟ مشان يطلع تقطيع متناسب. هلا بدي انزلهم فوق الفول. هلا بعد ما تقلى الفول واللحمة كما واضح معكم، هلا بدي انزل السلق.
نزل هدول لما بيجوا اخشن شوي. بعدين السلق حاولت نعم القطعة شوي عشان حتى تدوب. مثل ما قلت لكم هي وصفة وراثية كتير كتير صحية، بتصير بالفول اليابس، بتصير بالفول المفرز والفول الأخضر. هلا ما ححركهم أنا لحتى بس تنزل المية شوي من السلق، بعدين بحركهم. أغطيهم وأتركهم لبين ما يهدى السلق شوي. هلا تعالوا نشيك عليهم، شوفوا كيف. هلا بدي احركهم، شوفوا قديش في عليهم سوائل. انا مالي حاطه مي ابدا ابدا، ما احتجت احط مي ابدا. اكيد كان واضح معكم انه السلق مغسول ونظيف. شايفين هلا بتحركوا معنا بسهوله. كمان لسه بدهم ليسوق، وهلا بدي احط لهم رشه ملح. انا حطيت الفول ملح، هلا بدي احط رشه خفيفه بس مشان السلق. هاي الاكله ما بتحمل ملح كتير، فورا ببين فيها الملح. عن جد صحيه وبتشهي القلب، والريحه بتاخد العقل. هيك وصلنا لنهاية الوصفة، بتمنى تنال إعجابكم. إذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.